من الشغل الساعة 12 بالليل وركبت القطر المتأخر. القطر كان فاضي ومفيش غير كام راكب. قعدت في عربية لوحدي وحطيت السماعات وقفلت عيني. فجأة حسيت بحد قاعد جنبي. فتحت عيني لقيت ست كبيرة في السن لابسة عباية سودا وشكلها غريب. بصيت عليها وابتسمت بس هي ما ردتش. بعد شوية سمعت صوت بيقول محطة كذا. الست قامت ونزلت وانا قلت اشوف هي رايحة فين. بصيت من الشباك لقيت المحطة ضلمة ومفيش حد خالص. سألت الكوميساري هي المحطة دي شغالة؟ قال لي محطة ايه؟ المحطة دي مقفولة من 10 سنين. برد جامد انصرف جسمي وفضلت طول الطريق مرعوب. ومن ساعتها ما بقتش اركب القطر في الليل. متنسوش لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من قصص الرعب المخيفة. سلام عليكم.